بعد الانتهاء من عمل العرض التقديمي Presentation يتم عرضه لرؤية الشكل النهائي، ويسمح لنا برنامج PowerPoint بعرض البرزنتيشن بداية من أي شريحة وليس فقط من الشريحة الأولى. ولبدء عرض البرزنتيشن من أي شريحة نقوم باختيار هذه الشريحة ثم نضغط على مفتاح Slide Show، فيتم استعراض الشريحة التي قمنا باختيارها بملء الشاشة. وللانتقال إلى الشريحة التالية في العرض نضغط المفتاح الأيسر للماوس في أي موضع داخل الشريحة، أو نضغط على مفتاح N من لوحة المفاتيح. وللانتقال إلى الشريحة السابقة نضغط المفتاح T من لوحة المفاتيح. وأثناء العرض قد نحتاج إلى الانتقال إلى شريحة غير الشريحة التالية أو السابقة، ويتم ذلك بالضغط على المفتاح الأيمن للماوس على الشريحة فتظهر القائمة المختصرة. ومن القائمة Go يمكننا استخدام أحد الأمران Slide Navigator أو By Title، وذلك لتحديد الشريحة التالية التي سيتم عرضها. فبتحريك المؤشر إلى القائمة الفرعية By Title يتم عرض عناوين شرائح البرزنتيشن، فنقوم باختيار الشريحة التي نريد استعراضها. وفي بعض الأحيان قد نحتاج إلى كتابة بعض الملاحظات أو رسم شكل حول عنصر معين لتوضيحه أثناء العرض، ويتم ذلك عن طريق استخدام الأداة On Screen Pen. ونصل إلى هذه الأداة بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على الشريحة واختيار Pen من القائمة الفرعية Pointer Options، أو نقوم بالضغط على المفاتيح Ctrl و T من لوحة المفاتيح، فيتحول شكل المؤشر إلى شكل القلم. ولرسم شكل معين حول العنصر نضغط بالمؤشر مع سحب الماوس حول العنصر. ولرسم خط مستقيم باستخدام هذه الأداة نضغط على مفتاح Shift من لوحة المفاتيح أثناء سحب المؤشر. ويمكننا تغيير اللون المستخدم لرسم الخطوط والأشكال بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على الشريحة، وبتحريك مؤشر الماوس على القائمة Pointer Options تظهر القائمة الفرعية Pink Color، فنقوم باختيار أحد الألوان من هذه القائمة وليكن Red. وبالرسم داخل الشريحة نرى أنه تم تغيير اللون المستخدم، ونلاحظ أن الأشكال والخطوط التي نقوم برسمها باستخدام هذه الأداة لا يتم حفظها داخل الشريحة، حيث تستخدم هذه الأداة كأداة توضيحية أثناء العرض فقط. فإذا قمنا بالانتقال إلى الشريحة التالية ثم قمنا بالعودة إلى هذه الشريحة مرة أخرى، نلاحظ أن الخطوط والأشكال التي قمنا برسمها مسبقا لا تظهر داخل الشريحة. ويمكننا حذف الخطوط والأشكال التي نقوم برسمها باستخدام هذه الأداة بدون الانتقال إلى شريحة أخرى والعودة مرة أخرى لهذه الشريحة. وللتعرف على ذلك نقوم بالرسم باستخدام هذه الأداة. ولحذف الشكل الذي قمنا برسمه نضغط على مفتاح E من لوحة المفاتيح. وللعودة إلى طريقة العرض Normal View نضغط بمفتاح الماوس الأيمن ونختار End Show، أو نضغط على المفتاح Escape من لوحة المفاتيح.